على الرغم من ان المية لها فوائد كتيرة جدا، بس علماء الطب الحديث اكتشفوا ان لها اضرار جسيمة جدا لو شربت المية وانت واقف مرة واحدة. ايه اضرارها؟ اولا ممكن تسبب قرحة في المعدة. ثانيا ممكن تسبب التهاب في المفاصل. ليه بتسبب التهاب في المفاصل؟ لان وانت واقف بتشرب المية بيبقى فيه توتر للاعصاب، فلما تيجي تشرب مرة واحدة بتعمل التهاب في المفاصل. قد تسبب اضطراب في الجهاز الهضمي. المية بتسبب اضرار للكلى والكبد. برضه بتسبب اضرار للكلى. ازاي بتسبب اضرار للكلى؟ لان انت لما بتشرب وانت واقف مره واحده بجرعه واحده، الميه بتنزل من على الكلى ما بتلحقش تحلل الميه وبتاخد منها السموم وترميها بره. الكلام ده علماء الطب الحديث لسه مكتشفونه قريب، مع العلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم نبهنا عن الكلام ده منذ اكتر من 1400 سنه. قال الشرب ثلاثا، نشرب 3 مرات، وفي كل مرة نقول بسم الله، وبعد الشرب نقول الحمد لله، وفي المرة الثانية نقول بسم الله وننهي الشرب ونقول الحمد لله، في المرة الثالثة كذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا منذ أكثر من 1400 سنة. لسه علماء الطب الحديث بيكتشفوه النهاردة أو من فترة قريبة. فإحنا لو خدنا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن هنلاقيه كله منافع لنا. هتلاقيه بيتكلم عن المنفعة لينا والأضرار علينا. ليه لسه بنكتشف النهاردة؟ عشان احنا بعدنا عن الدين، بعدنا عن السنة، بعدنا عن القرآن. فاحنا لو قربنا من الدين ومن السنة والقرآن هنلاقي فيه كل ما يفيدنا، هنلاقي كل ما نهانا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وكل ما أمرنا به موجود في السنة وفي القرآن. والأضرار دي في منها كتير جدا. أنا لو قعدت أتكلم عن الأضرار دي مش هيكفينا حلقتين 3.